عشان نصل علمتنا ان بعد اتس تايم وهاد بيتر would rather وعيش باخد ماضي او هاد او would وكود. فيجي طالب متميز يقول لي طب انا مش عارف امتى اختار هاد وامتى اختار ماضي وامتى اختار would وكود. بص بقى على البورد اللي بعد كده. تعالوا نقول مع بعض. عندي كلمه اسمها I wish وركزوا في الحته دي كويس قوي. عندي كلمه اسمها I'd better من الافضل. عندي كلمه اسمها I'd rather انا فتحت لها سبوره محترمه ليها. عندي كلمه اسمها it's time او it's high time. تمام؟ it's time او it's high time او it's about time. واجي في الامتحان اقول لك it's time احمد، it's time father، it's time my mother، وافتح لك البراكتس بتاعتي. انتوا شايفين انا وضحتها لكم ازاي عشان تبقى عينيا عليها وانا بذاكر. مش يسرا قالت لي ان لو بدات الجمله I wish و it's time و had better و rather وعندي فعل الجمله هنا من الافضل على احمد يذاكر. ده الوقت اللي بابايا بيجي فيه، ده الوقت اللي هشوف مع مس يسرا اونلاين، ده الوقت اللي انا بتمنى اكون فيه في البيت. يعني انا قاعده اقول I wish I were at home، يا ريتني كنت في البيت دلوقتي. هو انا في البيت؟ انا معاكم اهو. تمام؟ يبقى في اللحظه دي هعملها ازاي؟ قال لك مثلا انا احمد بيذاكر كل يوم بقت افري داي اهي، وانت يا حبيبي بتاع ثانويه عامه حافظ ان افري داي بتاخد في الفعل اس ومصدر. بس خلي بالك بقى، خليك عارف صح. انت مع كلمه اي ويش وهاد بيتر وجادر واي ويش تمام او اتس تايم هنا عندك افري داي يقول له ارجع بالزمن اقدم، فهتلاقيني بختار الفعل هنا ماضي بسيط. اما لو عندك يسترداي ولاست واجو هتختار معاها هاد وتصريف ثالث. ايه ده يا مس؟ انا مهرج. انت مش لسه قايله لي اليسترداي ولاست واجو بتاخد ماضي؟ يقول لك ايوه صح، بس مع الكلمات دي ارجع بالزمن اقدم. هو ايه اقدم من الماضي البسيط؟ ماضي تام. ايه اقدم من الماضي البسيط؟ ماضي تام. يبقى انا هنا ما اتغشش او اتخدع بكلمه يسترداي. انا عندك يسترداي بتاخد هاد، تقول لي مس طب في حد عملها استرداي؟ اقول له مغفل، ما ينفعش. لازم مع كلمه اي ويش واتس تايم وهاد بيتر وجادر اذا في فعل للجمله باخد ماضي او هاد. اذا عندك تومورو ونكست وان ذا فيوتشر هاخد معاها وود او كود، ودي هنشرحها في يونت اكتر كمان ونتدرب عليها ونحل 100 جمله عليها ان شاء الله لما نحل مع بعض. يبقى انا عرفت يعني ايه ماضي بسيط عشان ما نتوهش من بعض. واحد yesterday last ago once in the past وجاست ناو how long ago. عرفت ان انا استخدم التصريف التاني للفعل. في حاله المفعول باخد وزوير وتصريف ثالث. كل ده انا بجمع نفسي. يسرا قالت لي بعد سنس باخد ماضي، مع فيرست وذن باخد ماضي، مع كلمه فور باخد ماضي. كل ده ماضي بسيط تصريف تاني وانا رايق وانا بحل. بدات الجمله باستاين وهاد بيتر واي ويش، خلاص بدات السبجكت هنا الفاعل بتاعي ياخد ماضي. شايفين انا مرتبه لكم الازمنه ازاي؟ انا عايزاك تذاكر زي ما انا كاتبه كده. طب تعالوا نجيب سنتنس اللي هي جت ثانويه عامه قبل كده وقال لهم ايه؟ اتس تايم ده الوقت او اتس هاي تايم، وراح قال لهم فاذر ده الوقت اللي بابايا بيرجع فيه، وقال لك ايه؟ هوم every day. تمام؟ وراح فاتح لهم الاقواس بتاعته قال لهم returned has returned مثلا returns. خلاص انا عرفت ان ده الوقت اللي بابايا بيرجع. انتوا عارفين ايه اللي بتفهم عملوها returned. خلاص؟ ايه ده يا مس؟ ازاي returned مع every day؟ اقول له مش في اتس تايم يا حبيبي؟ يبقى انا ما اتلخبطش. يبقى زي ما قلت لحضرتك هل الكيورد في ثالثه ثانوي بتنفع؟ بتنفع في حاجات وانا معاكم فيها وندرب بعض. عندك اتس تايم ده الوقت اللي فاذر ريتيرند هوم. طب انا يا مس يسرا لو شلت افري داي وعملتها يسترداي حبيبي هتبقى هاد ريتيرند. شلت كلمه افري داي ويسترداي وعملتها تومورو تبقى هاد ريتيرن. شفتوا انتوا حلوين ازاي؟ يبقى انا خلاص عرفت تركيب الفعل الصح. يجي حد متميز يقول انا عايز اشيل احمد واشيل فاذر وابتدي بالجمله من غير سبجكت. هروح قايله بصوا بقى كده اي ويش، يا رب كلنا بنتمنى اهو اي ويش او اتس تايم ده الوقت. بصوا كده وركزوا اتس تايم. هروح قايله تو ستدي مس يسرا ده الوقت اللي نذاكر فيه. ركزوا انا هنا مش قايله فاذر ولا قايله احمد ولا قايله عمرو ولا قايله اي حاجه. انا قلت لك اتس تايم وفتحت الجمله على طول. قلت لك اي ويش وفتحت الجمله على طول. خلاص يبقى انا كده عندي فكرتين على البورد. جمله اتس تايم واي ويش وهاد بيتر وجادر لو في فعل للجمله بتاخد ماضي او هاد او وود وكود according to the verb حسب زمن الجمله. حسب زمن الجمله. طب انا لو ما عنديش فعل للجمله اقول لك ده الوقت نخرج، ده الوقت اللي هنذاكر. اوكي خد هنا طول المصدر ومع كلمه ايد بيتر وما تنساهاش ايد بيتر من الافضل، وعندي كلمه اسمها ايد راذر من الافضل برضه هما نفس المعنى على فكره. واروح قايله لك هنا جو ريد بلاي وما تلخبطش. ما تطلعليش من اللجنه تقول انا اخترتها تو جو او جوينج. اياك لازم تبقى جو ريد ستدي واتش. يبقى انا عرفت. عايزين نلخص البورد دي مع بعض. عندي كلمات زي اي ويش
had better و rather و time. فاعل بتاخد ماضي وهاد would وكود. مفيش فاعل في الجملة، مفيش فاعل. هاخد مع it's time و I wish to المصدر، my had better و rather الفعل. go read or study ومن غير ما تردد في المعلومة بتاعتي.